بينورني دلوقتي استاذ حامد حسين، مدير عام اثار جنوب سيناء. استاذ حازم استاذ حامد اسف، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا واهلا بيكم في طابة. استاذ حامد، يعني فرصه وجود حضرتك معايا، عايز اتكلم اكتر عن الاثار اللي في طابة تحديدا. يمكن ناس كتيره جدا تعرف شرم الشيخ، تعرف دهب، تعرف نويبع، ما تعرفش ان طابة عندنا فيها اثار كويسه جدا. يمكن كان لينا لقاء شرف لقاء حضرتك امبارح في قلعه صلاح الدين، وشرح وافي كان مع سياده الوزير. اهلا وسهلا بكم. استاذ حضرتك في المايك. وشرفتونا في منطقة طابة المحررة، وهذه المناسبة مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالانتصارات العظيمة في المنطقة، وخاصة أن منطقة طابة تضم من أعظم الآثار الإسلامية الموجودة في المنطقة، وهي قلعة صلاح الدين الأيوبي التي أنشأها القائد الفذ السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 1170 ميلادية. وتعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي لها مهام عظيمة جدا في المنطقة على مر الحقبات التاريخية، حيث أن هذه القلعة كما ذكرت بنيت عام 1170 ميلادية بعد طرد فلول العدوان الصليبي من منطقة أيلة. ولعبت هذه القلعة ليس حماية عسكرية في مدخل خليج العقبة، وإنما قامت بدور التأمين للطرق التجارية وطرق الحج في المنطقة، حيث أن هذه القلعة وضع القائد السلطان صلاح الدين الأيوبي أساسا بها حامية لتأمين خليج العقبة، باعتبار أن هذه المنطقة تعتبر المدخل الشمالي لخليج العقبة، يعني المار بهذه المنطقة هي على رأس خليج العقبة، على رأس أو مدينة طابة بالكامل على رأس خليج العقبة. نعم، على رأس خليج العقبة من الناحية الشمالية، أي أنها تتحكم في الداخل من هذا المدخل إلى رأس خليج العقبة إلى البحر الأحمر. صحيح. فباعتبارها حضرتك تتحكم في المنطقة، فليها دور استراتيجي في المنطقة، حيث حسب المراحل التاريخية اللي مرت بها المنطقة من الصراع الصليبي الإسلامي في المنطقة، من كونها منعت الفلول الصليبية من التوجه في هذه المنطقة إلى السواحل العربية، وخاصة الحادث الذي يرويه لنا ابن خلدون حينما ذكر أن قائد حصن الكرك وهو القائد أرناط، والذي أراد أن يوجه ضربة عسكرية إلى المقدسات الإسلامية بالتوجه بحملات عسكرية عبر خليج العقبة ثم البحر الأحمر، الحامية الموجودة في هذه القلعة، كان القائد صلاح الدين الأيوبي أيامها في منطقة الشام، وكان الملك العادل موجود في مصر، فأرسلت الحامية الموجودة على قلعة صلاح الدين الأيوبي عبر الحمام الزاجل رسالة إلى الملك العادل تستغيث بأنه هناك حملة صليبية تتوجه من رأس خليج العقبة إلى ضرب المقدسات الإسلامية، فما كان من الملك العادل الذي يعتبر في ذلك الوقت نائبا للقائد العظيم والمظفر صلاح الدين الأيوبي أن جهز حملة بحرية، وتوجهت هذه الحملة إلى الجزيرة الموجودة عليها الحامية، وحاصرت هذه الحملة المظفرة القلعة، ودخلت في حرب مباشرة مع الحملة المتوجهة من رأس خليج العقبة إلى البحر الأحمر، ودارت معركة كانت حامية الوطاس في تلك المنطقة، وانتهت بانتصار القوات الإسلامية الموجودة في هذه القلعة، ومنعت تقدم القوات الصليبية إلى جهة الجنوب. أستاذ حامد، بدأت مع حضرتك بداية رائعة، حضرتك بدأت معنا بداية رائعة تاريخية مفصلة عن القلعة. محتاج الناس أكتر تعرف الوصف التفصيلي للمبنى الأثري نفسه. تمام. القلاع الإسلامية في العصر الأيوبي، باعتبار أن تلك القلعة تعود إلى العصر الأيوبي عام 1170 ميلادية، لها سمات ولها أوصاف معينة تتبع العصر الأيوبي. القلعة عبارة عن سور يحيط بالقلعة من جميع الجهات، مدعم بالأبراج، وهذه الأبراج بها فتحات تسمى فتحات المزاغل، يقف خلفها الجند للدفاع عن هذه القلعة. فتضم هذه القلعة كما ذكرت سور يحيط بالجزيرة من جميع الجهات، مدعم بالأبراج. داخل القلعة أماكن لمعيشة الجند من الغرف التي يتناوب من خلالها الجنود في الأبراج،
يوجد أساسا إلى جانب ذلك السور والأبراج غرف الإعاشة الخاصة بالحامية الموجودة في القلعة. بداخل القلعة أيضا مسجد لإقامة الشعائر الإسلامية. يوجد داخل القلعة أيضا حواصل الغلال والمرافق التي تأوي الحامية الموجودة في هذا المكان. من العناصر المعمارية الهامة الموجودة أيضا داخل القلعة صهاريج المياه، حيث أن هذه القلعة ممكن تقع في حصار لمدة طويلة، فلا بد من القائد في هذا المكان أن يجعل من القلعة مكانا استراتيجيا، وذلك بتأمينه من المؤن والمياه. فمن العناصر المعمارية الموجودة أيضا داخل القلعة صهريجي مياه، صهريج كبير وكان يملأ بمياه الأمطار، وصهريج آخر يعتبر يعني بديل للصهريج الكبير. تمام. تحتوي أيضا القلعة بجانب تلك العناصر المعمارية على عنصر معماري هام جدا في تلك الفترة، يعتبر وسيلة الاتصال. وسيلة الاتصال في ذلك الزمن، وهو برج الحمام الزاجل الذي كان يقوم بمهمة الاتصال من القلعة إلى القاهرة أو إلى السلطان صلاح الدين في الشام. طيب، والقلعة زي ما احنا عارفين موجودة بالكامل على جزيرة داخل على جزيرة يا فندم، بنوصلها ومحيط هذه الجزيرة 1000 متر. 1000 متر، محيط نعم. 1000 متر. طيب. وداخل هذه القلعة أيضا بحيرة، ومن المعتقد أن هذه البحيرة كانت ميناء صغيرا لدخول السفن الصغيرة التي تحمل المياه المحمولة من بئر طابة إلى صهاريج القلعة. اسمح لي نطمع الجمهور اكتر ونتكلم باسم الجمهور، نتكلم ان احنا امتى ممكن نشوف تواجد للجمهور في قلعة صلاح الدين؟ هل ده كان متاح من فترة ودلوقتي مش موجود، ولا هل هيبقى موجود على القريب العاجل؟ نعم يا فندم، القلعة من فضل الله سبحانه وتعالى قامت وزارة الآثار بإجراء الحفائر الكاملة لكشف النقاب عما بداخل القلعة من منقولات أثرية، وكشف الحقبات التاريخية. من عام 1985 قامت وزارة الآثار بإجراء الحفائر، ثم تلا ذلك مشروع ترميم للقلعة، ومن ذلك الوقت من عام 1986 والقلعة مفتوحة للزيارة برا وبحرا، وأهلا بجميع الزائرين المصريين وغير المصريين في الجزيرة، نقابلهم بكل الود. ده متاح دلوقتي؟ متاح يا فندم، متاح وجود جمهور، متاح ما زال يا فندم. ومفتش الآثار الموجودين على قلعة صلاح الدين الأيوبي على جزيرة فرعون في استقبال أي زائر ليرى أجمل أماكن تمثل الدفاع عن الشواطئ العربية والمصرية. الحقيقة ان هم امبارح كانوا مرحبين بينا جدا، وشرحوا لنا شرح وافي بعد الشرح اللي حضرتك شرحته، والناس قالوا احنا موجودين ومرحبين بوجودكم طول الوقت، تصوير او حضور جماهيري حتى. وأهلا وسهلا بكم يا فندم في أي لحظة لشرح الحقبات التاريخية الموجودة في ذلك المكان، وكل الأثريين الموجودين في المنطقة على استعداد كامل لتقديم كل الخدمات لمن يأتي لنا إن شاء الله إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي على جزيرة فرعون بطابة. اسمح لي استغل وجود حضرتك وتقول لي برضو سريعا نتناول أكثر من منطقة أثرية موجودة في طابة الناس مش عارفاها نلقي عليها الضوء. يعني حاليا تعتبر المزار المفتوح للزيارة، لأنه طبعا احنا أساسا بالنسبة للمزارات لا نستطيع أن نفتح مكان أساسا للزيارة إلا أن يكتمل الحفائر فيه والمناطق ويكتمل مراحل الترميم. فيعتبر المزار حاليا الموجود في طابة كأثار قلعة صلاح الدين الأيوبي. أما في مناطق آثار جنوب سيناء هناك العديد من المناطق الأثرية الأخرى، برضو لو حبيت حضرتك أساسا نلقي الضوء عليها تحت أمرك. نتناولها سريعا، نذكر بها نتناولها سريعا. يوجد حضرتك أساسا بجانب قلعة صلاح الدين الأيوبي الموجودة في طابة كمزار عالمي يزار برا وبحرا عن طريق حضرتك أساسا ميناء العقبة، وعن طريق السواحل البحرية، وعن طريق حضرتك الساحل المصري الغربي. تمام. توجد قلعة في نويبع اسمها قلعة نويبع الأثرية، وهي قد تم ترميمها عام 2012، وحاليا يعتبر من المزارات الهامة في منطقة نويبع، وهي تعود إلى العصر العثماني من عام 1893، وهي كانت بمثابة
الحامية العسكرية أيضا التي تحمي هذه المنطقة وتشكل الأمان في بقعة من بقاع مصر الغالية. إلى جانب ذلك يوجد أثر هام جدا يعتبر أثر عالمي ومسجل على قائمة التراث العالمي في منطقة سانت كاترين، يعود إلى القرن السادس الميلادي. نتمنى أن يلقى الضوء إعلاميا من خلالكم على هذا المزار العالمي لتتوافد إلينا جميع المصريين ليروا الأثر، هذا الأثر الغالي الذي يمثل حقبة من حقبات التاريخ المصري. صحيح. ايضا من المناطق الاثرية الموجودة حضرتك اساسا في جنوب سيناء تل اثري ان شاء الله سيفتح قريبا للزيارة في دهب اسمه تل المشربة، باعتبار ان منطقة دهب تعتبر منطقة سياحية، فان شاء الله في ترميم لمنطقة تل المشربة في دهب. إلى جانب هذا المزار توجد مزارات ومناطق أثرية قريبا سيتم فتحها في جنوب سيناء، منها قلعة الجندي ودير الوادي في الطور وكهوف حمام فرعون برأس سدر. وأهلا وسهلا بكم فعلا تغطية. عاوز أقول أضف إلى ذلك شرم الشيخ بما فيها من جمال الطبيعة. نعم يا فندم. شرم الشيخ من فضل الله سبحانه وتعالى صحيح. التي تعتبر مدينة السلام العالمية. وأهلا وسهلا بكم في مناطق آثار جنوب سيناء. أستاذ حامد حسين مدير عام آثار جنوب سيناء، أنا اتشرفت جدا بمقابلة حضرتك يا فندم النهارده، وشكرا لحضرتك. كل التحية والتقدير لكم جميعا. شكرا. لإلقاء الضوء على آثار مصر وكل عام وأنتم بخير. شكرا لحضرتك وسنة حضرتك شكرا طيب. يا فندم. مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم في التغطية الخاصة من طابة، ابقوا معنا.